باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب أحبائي، فلنفرح ولنتهلل به. قيامة ربنا يسوع المسيح أحبائي هي اللي ختمت على كل أعماله، وهو دوت كان القصد الإلهي بتجسده. قيامة ربنا يسوع المسيح هي اللي أعلنت عن كمال الخلاص، زي ما معلمنا بولس الرسول قال كده، قال أنه مات لأجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا. في ناس كتير حضرت الصليب، لكن الحقيقة إن مش ناس كتير حضرت القيام. الصليب كان قدام الكل، قدام الكل. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك على العود الصليب. لكن القيامة كانت إعلان، كانت إعلان. ولما الكتاب المقدس كلمنا عن القيامة قال كده إنه ظهر لمريم، ثم ظهر لل12، وبعد كده ظهر ليعقوب، ثم تراءى لسائر الرسل. بعد كده يقول ثم ظهر لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن. طب السؤال، ليه التخصيص ده؟ ليه يا رب التخصيص ده؟ ليه يعني ما تبقاش زي الصليب تظهر لكل الجموع؟ يقول لنا لا، خلي بالك، القيامة مش لأي حد، القيامة مش لأي حد. علشان يبقى القيامة تظهر لحد يجب أن يكون هناك مؤهلات، في مؤهلات. طيب تعالوا النهاردة نشوف إزاي تعلن القيامة في حياتي. تعالوا نشوف الناس اللي استعلنت ليهم القيامة. تعالوا نشوف المريمات دول، تعالوا نشوف أبائنا الرسل، تعالوا نشوف إزاي واحد زي يوحنا الحبيب أعلنت ليه القيامة. ليه الناس دول أخذوا نعمة استعلان القيامة؟ خلي بالكم، الناس دي مش مجرد ناس محظوظين، لا أحبائي، دول ليهم مؤهلات. عشان كده هناخد 3 حاجات كده سريعة علشان الوقت، والحاجات دي هنركز عليها. المؤهلات ال3 اللي هناخدهم: 1 المحبة أو الاشتياق، 2 الإيمان، 3 معرفة الكتب. 3 معرفة الكتب. عايز القيامة تستعلن ليك وتشوف نور القيامة في قلبك وفي عقلك وفي حياتك، 3 حاجات دول. 1 الاشتياق. يعني ايه اشتياق؟ اشتياق لربنا، الحب الإلهي يبقى في القلب. معرفة الدين اللي عليا لربنا، معرفة قد ايه هو حبني. إدراك الأمر ده أحبائي يولد جوايا وجواك وجوا كل واحد فينا حركة حب داخلية تدي للشخص ده قوة داخلية. لما نشوف المريمات وتسألهم طب انتوا ازاي هتخرجوا والظلام باقي؟ الظلام باقي يعني ايه؟ لسه الشمس ما طلعتش، لسه النور ما طلعش. ولو ندرس شوية في المجتمع اليهودي نلاقي ان في كمية قيود على المرأة.
كمية قيود على حركة المرأة. فعشان تخرج والضلمة لسه موجودة، والمدن في الزمن ده ليها أبواب، والقبر خارج المدينة، فهتعدي على أبواب، وبالتأكيد الأبواب دي عليها حراسات. وعشان تمشي في طريق القبور يمكن المدن يبقى فيها بعض المشاعل تنور شوية، لكن القبور ده طريق مظلم جدا، مخيف جدا، ضلمة وباب وحراسات، ولسه عند القبر حراسات تانية، وكمان عند القبر في حجر عظيم، وكمان على القبر ده في أختام. ومع كل ده واخدين معاهم حنوط، واخدين معاهم أطياب، واثقين كل الثقة إن هم هيروحوا ويتقابلوا معاه ويحطوا الأطياب ده على جسده، حتى لو هم يعني مش مدركين قصة القيامة دي في الوقت ده. إيه اللي يخليهم يعملوا كل ده؟ إيه اللي يخليهم يعملوا كل ده؟ هو الاشتياق أحبائي، والمحبة اللي مالية القلب. المحبة لما تملى القلب المتاعب والمصاعب تبقى هينة قوي قوي قوي. اللي بيعطل معاينة القيامة جوانا، متزعلوش مني إن الحب قليل. الحب قليل، والحب لما يبقى قليل أي تعب يبقى تقيل، ولو بسيط حتى يبقى تقيل قوي. بيحسب كتير قوي للمخاوف، وبالتالي أفضل حل عنده يفضل نايم. يقول لك أنا إيه اللي يتعبني؟ إيه اللي يقومني؟ إيه اللي يخليني أمشي والدنيا ضلمة؟ بستنى لما النور يطلع. لكن الحب لما يبقى كبير التعب يبقى هين قوي، قليل قوي، في عينه قليل قوي. عارفين في تعبير كده دارج وسطينا كده، حد يقول لك ايه؟ تعبك راحة. تعبك راحة معناها ايه؟ كل ما كنت بحبك اكتر اتعب من اجلك، والتعب ده تعب في المحبة راحة. معنى ايه؟ معناها يا رب لو انا بحبك يبقى الصلاة راحة، لو بحبك بجد يا رب يبقى السهر راحة، لو بحبك بجد يا رب يبقى الصوم راحة. ده الإنسان اللي محبة ربنا مالية قلبه. عشان كده الاشتياق لربنا ومحبته هي بداية استعلان القيامة. عشان كده النهاردة شوف حب ربنا اللي جواك، وانت تعرف انت فين من القيامة. شوف ميول قلبك الحقيقية وهتعرف مقدار المحبة في قلبك رايحة لفين. المحبة اللي صادرة من قلبك رايحة لفين؟ بمعنى ايه؟ بمعنى شوف محبتك للعالم شكلها عامل ازاي، شوف محبتك للمال، شوف محبتك للإغراءات، شوف محبتك لأي شيء في العالم، وخد دوت وتعالى قيسه جنب محبتك لربنا. كمان عايز اقول لك قيس محبة ربنا قصاد محبتك لنفسك. ربنا عايز محبته أحبائي في قلبنا أكتر من أي حاجة تانية. ساعتها نقدر نقول أنا أقدر أعاين القيامة، أنا أقدر أقول أنا متمتع بالقيامة. إمتى؟ لما أحب ربنا يبقى إيه؟ كبير أوي أوي أوي. حاجة تانية في منتهى الخطورة أحبائي، إن إحنا نكون قاعدين النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد القيامة، والكنيسة بكل ما فيها من طقوس وألحان تحاول تحرك فينا مشاعر القيام. لكن الخطر إن نبقى واخد الاحتفال ده في سكة تانية، واخد الاحتفال ده في سكة. بمعنى إيه؟ بمعنى هل أنت جاي النهاردة تعيد بعيد القيامة بتحتفل بالذي صلب عنا وقبر وقام وأبطل الموت وأهانه؟ هل أنت بتحتفل بكده، ولا جاي عشان أنا جايب لنفسي بقى لبس جديد
وهاكل بقى الأكل الفطاري ومستني إمتى يقولوا امضوا بسلام عشان أطلع أجري، والدنيا يعني. عايز أقول لك عشان العيد ده يبقى عيد مظبوط، خليك باصص على المسيح القائم من الأموات، ما تبصش على نفسك. الاشتياق ومحبة ربنا تخليك تقول كده مع بولس: ولا نفسي دي ثمينة عندي. الاشتياق ده تخليك تحس ان قلبك ده زي ما يكون مجروح بالمحبة. في واحد من القديسين قال العبارة دي أو التعبير ده، قال كده، بيقول لربنا: يا رب لقد جرحت قلبي أيها الحبيب، وأنا لا أقوى على ضبط لهيبك، لذلك سأجري مسبحا لك. قلبي ده مجروح بمحبتك يا رب. تخيلوا أحبائي، زي ما أبونا قال لنا كده يوم الجمعة العظيم، تخيلوا واحد كده محكوم عليه بالإعدام، وقبل ما يتنفذ فيه الحكم جاله واحد وقال له: يا فلان روح لبيتك وروح لأسرتك، أنا هتعدم مكانك. إيه مقدار المحبة دي لهذا الشخص اللي منح الرجل التاني ده الحياة؟ حياة. أهو ربنا أحبائي أعطانا الحياة. لو أدركنا ده في قلوبنا هتتحرك قلوبنا بالحب والاشتياق ليه. لكن للأسف قلوبنا كتير ما بتبقى بليدة، المحبة فيها بتبقى كتير فترة قوي. قديس يوحنا سابا أو بيسموه الشيخ الروحاني يقول كده: ساعة ما أدركوا مقدار محبته في قلوبهم ما صبروا أن يبقوا في أفراح العالم لحظة واحدة. طب هو في محبة تقدر تحرك قلوبنا قد محبة الصليب؟ قد محبة الصليب. عشان كده الآباء طول الأسبوع اللي فات يقولوا لنا إيه؟ ركز في الأسبوع ده كويس، ركز عشان تدرك محبة ربنا الفائقة دي. شفنا في الأسبوع اللي فات مقدار الآلام والعذاب والإهانات، وخلي بالكم إن الأسبوع اللي فات ده كله الكنيسة مش بتعتبره أسلوب من أساليب الحزن على المسيح أبداً، ده كله تمجيد. إحنا بنحزن على خطايانا اللي سببت لفدينا هذا الألم الرهيب، لكن إحنا مش بنحزن على المسيح. الأسبوع ده كله تمجيد، والتمجيد الشهير قوي قوي: لك القوة والمجد. عشان كده لو أدركنا محبة ربنا أحبائي تتحرك محبتنا واشتياقنا ليه. عشان كده كل ما زاد مقدار الاشتياق كل ما تبقى قادر تعاين وتشوف القيامة. الاشتياق يخليك تغلب الضعف اللي جواك، يخليك تخرج والظلام باقي، يخليك تسهر، يخليك تحس إن المسيح ده أهم من نفسي، أهم من حياتي، أهم من كل الأموال، أهم من أي حاجة. لما المحبة والاشتياق دي يزيد تخلي حسابات كتير وحسابات العالم المحبة دي غلباها. ده الإنسان المتمتع بالقيامة. عشان كده مهم قوي قوي، أول حاجة الاشتياق والمحبة. تاني حاجة الإيمان. الإيمان طبعا الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ما تقبلش أبدا إن الست العذراء راحت للقبر، بس ليه ما راحتش للقبر؟ هي مصدقة إنه هيقوم، مصدقة قيامة المسيح. عايز قيامة المسيح تستعلن في حياتك لازم يكون عندك تصديق قوي جدا وعندك يقين قوي جدا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: إني عالم بمن آمنت وأيقنت. عندي إيقان،
لازم يكون عندك إيمان إن اللي مات قام. لازم يكون عندك إيمان يغلب الشك. لازم يكون عندك إيمان يغلب الضعف اللي جواك، إيمان يغلب الخطية، إيمان يغلب الموت. كل واحد ممكن يبقى جواه فيه خطية تعباه، خطية مسيطرة عليه، عاملة جواه جدر جامد. لازم أنا وإنت أصدق إن قيامة ربنا يسوع هتدركني وهقوم معاه. لازم يكون عندي إيمان إن الخطية مش هتسيطر عليا تاني. معلمنا بولس الرسول يقول كده: إن الخطية لن تسودكم. طب يعني إيه الإيمان ده؟ إيمان. عشان كده أشعياء النبي اللي قال إيه؟ إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. مش هيبقى فيه أمان. فمهم جدا 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 الإيمان. معلمنا يوحنا في رسالته يقول كده: وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، هي إيه؟ إيماننا. إيماننا. لازم يكون عندك إيمان. معلمنا بولس يقول كده: عالمين أن الذي أقام الرب يسوع هيعمل إيه؟ سيقيمنا. هيقيمنا. يعني إيه؟ يعني إيه كلمة عالمين؟ يعني مصدقين، مؤمنين. معناها إيمان إني هقوم. أبونا وهو بيصلي في الأواشي يقول كده: يا رب ولا تدع موت الخطية يقوى علينا ولا على كل شعبك. لا يسود علينا. في البولس النهاردة قال كده على موضوع البذرة وموضوع الشجرة. عارفين لما واحد يحط بذرة في تربة، بذرة ديت بيحطها ويسقيها، بس هو بيحطها عنده إيمان وعنده ثقة لحاجة ممكن تكون مش مفهومة. ازاي البذرة اللي قد كده دي هتثمر؟ لكن هو بيحطها وهو عنده ثقة وعنده إيمان إن البذرة ديت هتطلع تبقى ثمرة وتبقى شجرة. ازاي كده؟ بالإيمان. هكذا أحبائي في حياتنا مع ربنا أمور كتير عايزة إيمان. إيمان لما أصوم وأقدم توبة هخف من الخطية، هموت الإنسان العتيق، هبطل هعيش حسب الجسد. إيمان لما أدي حاجة لإخواتي الفقراء عندي ثقة وعندي يقين إن أنا قدمت الحاجة دي لربنا يسوع. يوم ما أجيب أكل الراجل فقير، يوم ما أطعم حد، أنا أطعمت الرب يسوع نفسه. يوم ما أجيب كسوة الإنسان، أنا كسيت الرب يسوع نفسه. المسيح قال كده: بما فعلتموه بأحد إخوتي الأصاغر بي قد فعلته. يحكى عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط حاجة جميلة قوي. قال لك لما كانوا يجيبوا حاجات إخوة الرب عنده في المطرانية كان ياخد الحاجة في حضنه. يعني لو جايبوه كده شوز كده ولا جايبين كوتشي ولا حاجات جديدة ياخدها في حضنه. طب تعمل ليه كده يا سيدنا؟ بس يقول لك الحاجات دي هيلبسها ربنا يسوع نفسه. إيمان، فاهم هو بيعمل إيه. لازم يكون عندنا إيمان عشان نتمتع بالقيامة. لازم يكون عندنا إيمان عشان نسلك في الحياة الجديدة اللي ربنا اداها لنا بالقيامة. لازم يكون عندي إيمان إني هقوم من الخطية زي موسى الأسود وزي السامرية وزي مريم المصرية وزي كتير جدا اتغيرت حياتهم وقاموا من موت الخطية. إذن لازم أصدق إن ليا قيامة. تصوروا أوقات ما بنبقاش مصدقين. إذن لازم أصدق إن ليا قيامة. تصوروا أوقات ما بنبقاش مصدقين خالص، مش مصدقين، ما عندناش هذا اليقين. كل ما زاد إيمانك
كل ما زاد تمتعك بالقيامة، كل ما زاد إيمانك هتعرف تعيش. وانت هتسلك ازاي؟ ما هو السلوك بالإيمان لا بالعيان. لو انت مش مصدق مش هتعرف تعيش ومش هتعرف تتمتع بالقيامة. اتقال النهاردة عن يوحنا الحبيب في هذا الفصل انه رأى وآمن. خلي بالكم ان الإيمان والحب حاجتين مرتبطين ببعض. كل ما حبك زاد إيمانك زاد، وكل ما إيمانك ده زاد كل ما حبك زاد، والاتنين لما يزيدوا تشعر وتتمتع بالقيامة. آخر حاجة معرفة الكتب. اللي عنده حب وعنده اشتياق وعنده إيمان لازم يكون عارف المكتوب. كم مرة ربنا يسوع كلم تلاميذه عن الصليب، ومفيش مرة كلمهم فيها عن الصليب وعن موته إلا وقال إنه في اليوم الثالث إيه؟ هيقوم. وكل مرة اتكلم عن آلامه اتكلم عن قيامته. للأسف ما صدقوش، ما عرفوش المكتوب. طب الكلام ده موجود في العهد القديم؟ كمان موجود في العهد القديم. كام رمز وكام آية وكام دليل على القيامة، لكنهم لم يعرفوا الكتب. عشان كده ربنا يسوع بنفسه لما نشوفه كده، لما مشي مع تلميذي عمواس ولقاهم متشككين ومش مصدقين، فقال لهم انتوا عرفتوا ايه اللي مكتوب في الكتاب؟ عارفين اللي مكتوب في الكتاب المقدس ايه؟ قالوا له اصل يعني في بعض النساء، بعض النسوة كده حيرونا، قالوا لنا كلام كده انه عايزين يقولوا يعني الكلام ده كلام ستات، يعني اسف، يعني كلام غير مسؤول. فقال لهم كده ايه؟ قال لهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. ابتدى يتكلم معاهم من موسى والقيامة والانبياء، جاب لهم القيامة من سفر التكوين. وانت كده لما تقرا الكتاب المقدس هتلاقي القيامة واضحة. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني ايه ابونا ابراهيم مثلا ياخد ابنه اسحاق ويروحوا عشان يقدموا ذبيحة، اسحاق يرجع حي. يعني ايه؟ ودي قيامة. دي قيامة. يعني ايه بني اسرائيل يعبروا في البحر فرعون وراهم ويموت فرعون وهم يطلعوا نجوا بحياتهم؟ دي قيامة. يعني ايه يونان يقعد في بطن الحوت 3 أيام ويخرج سليم؟ دي قيامة. يعني ايه واحد زي هوشع لما يقول اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوية، ويقول حتة تانية يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. يعني ايه الايات دي كلها؟ معناها القيامة. معناها القيامة. يعني ايه في العهد القديم يجوا كده يذبحوا يجيبوا عصفورين، يذبحوا واحد ويطيروا التاني عشان يعني يطهروا الأبرص. ما هو دي القيامة. يعني ايه لما يتكلم في سفر اللاويين عن يجيبوا تيسين يسموها شريعة تيس عزازيل، يذبحوا تيس والتيس التاني يطلقوه في البرية. واحد مات واحد قام. وكل دي إشارات للقيامة. إذن القيامة موجودة في الكتاب المقدس، لكنهم زي ما اتقال كده لم يعرفوا الكتب. اللي يعرف الكتاب المقدس ما تبقاش القيامة غريبة عليه، بالعكس عارفها ومصدقها. إذن يا أحبائي الجهل بالكتاب المقدس يخلينا نجهل المسيح. عشان كده اقرأ إنجيلك، اعرف فكر ربنا وقصد ربنا، اعرف مقدار محبته ليك وقد ايه بذل ذاته من اجلك. عشان كده عايز تتمتع بالقيامة اعرف المكتوب. ما اجمل انك لو حاربت عدو الخير تحاربه بآية من الكتاب المقدس. جميل قوي. يا سلام لو يجيلك كده، لو جالك فكر نجاسة
وقفت كده قلت له أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. لما العدو الخير يلاقيك كده وماسك بالآية وماسك بالوعد يهرب منك، يعرف إنك متمتع حقيقي بالقيامة. إذا أحبائي نحتاج لهذه الثلاثة: محبة واشتياق، نحتاج إلى إيمان ويقين، وثالث حاجة نحتاج إلى معرفة الكتب عشان نقدر نشوف القيامة ونتمتع بيها. كل سنة وحضراتكم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.